بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا فريد الحنش، بطل المغرب اكس شامبيون كذا مره، حاصل على الحزام الاسود في فول كونتاكت الدرجه الثانيه، مدرب وطني، ولد المنطقه السايس الزهور بالضبط. ارتئينا انا والصديق ديالي واحد المحل، شركناه، المهم درنا الاجراءات مع السيد، صوبنا العقد، شفنا الجيران اللي حدانا، خدينا الموافقه ديالو بإيكاليزي، بدينا في الاصلاحات. فجأة كنتفاجئوا بان خرج عندنا واحد المسؤول ديال الوداديه عطانا قرار بانه ما موافقينش، ما خلاوناش مجال اننا نتناقشوا او اننا يعني نشوفوا هذه المشاكل اللي غادي يواجهوها من هذا المحل، نحاولوا نحدوا منها. بالرغم من انني قلت لهم انني مستعد نلتزم او نتعاهد باي ضرر ممكن ينتج، يعني نحاول نحد منه او نخلص منه، وكنظن بانني غادي نكون واحد يعني بحال شي قيمه مضافه لذاك الوداديه، يعني غادي نساعد وليداتهم، لا بالنسبه للانشطه، لا يعني جميع المساعدات اللي يمكن نقدمها، يعني غادي يمكن نقدمها. هاد الناس هادو تيتهموك بانك خديتي الرخصه بطريقه ملتويه، شنو الرد ديالك؟ بالنسبه للرخصه انا ما غاديش ما عرفتش الاجراءات القانونيه بالضبط اللي كتمشي منها المسطره، ولكن نقول لكم الاجراءات اللي درت انا فاش كريت هذا المحل، يعني من الشرط الاساسي لذاك السيد قلت له ودي انا باغي الموافقه ديال الناس اللي فوق مني. اتصل بيا واحد السيد مشى معايا للمقاطعه اللي معايا كيسكن فوق مني مباشره. اصلا كاينين محلات تجاريه فوق مني من جهه، ومن جهه لان المحل محل تجاري وعندي البلان ديالو. ناس وحدين اخرين معايا في نفس الوداديه مشاو وايكاليزيو معايا، كيسكنوا يعني في الجنب مباشره، كيشوفوا في المحل. ناس وحدين اخرين مشاو معايا ما ايكاليزاوش، غير ما عندهم الوقت، ظروف العمل وداكشي ما كتسمحش. استناو لي فراقي بانهم كونكوا انهم موافقين. النوب الاولى الناس ما كانوش عارفين الموضوع، ما كانوش عارفين بالضبط شنو هي الفكره، لان دوك الناس اللي كيمثلوا الوداديه جاو عطاوني القرار بانهم ما موافقينش، ومشاو كيدوروا انهم كيديروا حمله ديال انهم في هذا الاطار انه الناس يكونوا ما موافقينش على هذا المشروع، لانهم بينوا غير السلبيات ديال المشروع. ولكن فاش درت انايا على السكينه وتواصلت معاهم، الحمد لله البارح داك الناس كانوا دايرين وقفه، خرجوا معاهم 12 ديال الناس اللي كانوا، والناس الاخرين رفضوا الحمد لله. وانا مازال كنتاكد بان هاد الناس واش يعرفوني مزيان وغادي يعرفوا يعني النشاط ديالنا، وبان النشاط ايجابي وما فيه حتى شي ضرر، وداك الضرر اللي كيقولوا انه متوقع ديال الصداع اننا ممكن نتغلبوا عليه، وواحد الساعات محدودين ديال اوقات العمل، يعني حنا الصداع ماشي النهار كامل، بالعكس الصداع يكون واحد 3 ساعات، وما كاينش شي صداع كبير، ناس كيتحركوا في الطابي وكذا، ما كاين حتى شي عندهم صداع كبير. وانا حاولت في الاصلاح انني نلتزم لدرجه ان البيبان السراجم كل شيء يعني يكون نحاول باش ما يخرجش الصوت على برا. ولكن المشكل الاساسي اللي لمسته مع عند هاد الناس هما انه المشكل ما عندهمش معايا انا، وما عندهمش يعني انا كشخص او المشروع كمشروع، ولكن لمس بان عندهم المشكل مع مول المحل مسيو بالنيس اللي بنى داك التجزئه كامله، وهما متواعدين مع نفسهم بان داك المحلات يبقاو هكا، حتى شي مشروع ما يدار فيهم، لدرجه ان قبل مني كانوا حطوا داروا فيه ديبو ديال شي ستوك كيحطوا فيه داك الشيء، ما بغاوش، ما كاينش بالنسبه ليهم يعني الا داروا ستوك ما غادي يضر حتى شي حاجه، ما كاين صداع، ما كاين ديرونجمون، واخا هكاك ما بغاوش، وداروا لي فوطو وداك الشيء وداروا الشكايات. الور انا وصلت لواحد الحقيقه بان داك الناس يعني ضد الناس وضد ان تكون يعني شي مشروع تما. بالاضافه كاينين شي اشخاص اللي باغيين يسيسوا الموضوع وباغيين يركبوا عليه، وباغيين يبينوا ان المجلس متواطئ، وبان المجلس كيعطي الرخص بشي طريقه سوريه. هادشي ما كاينش. انا المسائل ديالي كانت مضبوطه والمسائل ديالي قانونيه، ومشيت لجأت يعني مشيت للمساطر تبعتها، لقيت الشكايات ديالهم، ولكن ماشي اي شكايه، راه كاينين الشكايات اللي نورمال كيديه، راه ماشي اي شكايه معقوله. انا الناس تما واقفين معايا والناس باغيني، والوليدات ديال داك الحومه الحمد لله كيتدربوا عندي وكيعيطوا لي استاذ، وهذا الشيء كيشرفني. وكان واعد يعني الساكنه ديال الوداديه بانني غادي نكون اضافه ليهم، وانا مد لهم يدي، وان شاء الله ما غادي يكون لا ديرونجمون لا حتى شي حاجه.
شكرا للصحافه اللي عطاتنا هذا الوقت.